بناء على طلبكم بقى النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب اللي كنا فرزناه الاسبوع اللي فات، وطلبتوا مني قلتوا لي ازاي بقى هنسويه وازاي هنسلقه. فالنهارده هعمل معاكم كده حبه قليلين واقول لكم ازاي لونه يطلع جميل زي ما احنا شايفين. وهناخد كده ايه معلومات على السريع اثناء الفيديو وهو ايه شغال. اول حاجه انا بحب الاول اعمل الخلطه واسيبها تبرد عشان تسهل عليا في اللف. لما بيكون الرز بتاعك بارد بيبقى سهل وانت ايه بتلفيه. انا هنا عندي طاسه على النار فيها زيت او سمن اي ماده دهنيه انت بتحبيها، وهنزل عليها بالبصل. انا بحب البصل كتير. بعد كده هنزل في اخر ما بحمر البصله هنزل بواحده مرقه خضروات، ممكن طبعا تستغني عنها لو انت ما بتحبيش. وهنا البهارات السبع، هديها تحميصه خفيفه كده مع البصل بتاعي، يعني ثواني بس مش اكتر عشان تطلع ايه الريحه بتاعتها. وبعد كده هنزل عليها ايه بالصلصة بتاعتي واسيبها تتسبك، وتاخد وتدي كده ايه مع بعضيها زي ما احنا شايفين. طبعا هنا انا نسيت احط او اصور لكم الجزء اللي حطيت فيه الملح، وبحط كمان بالنسبة لورق العنب حبة نعناع ناشف، حابة تستغني عنه واستغني برضه. هنا دي نص جزراية مبشورة بتسكر بتدي تسكيرة حلوة للمحشي. وهنا قرن فلفل حراق، برضو لو حابة تستغني عنه استغني، بس هو بيدي طعم حلو قوي. ممكن تحطي فلفل رومي لو حابة، ريحة الفلفل في المحشي بتبقى جميلة. بعد كده هنا جبت الرز بتاعي، رز مصري عادي غسلته وصفيته، وبعد كده هحطه ايه للتسبيكة بتاعتي. بقلبه مع التسبيكة حبة. ناس تقول لي لا ما تقلبيهوش عشان كده مش بيستوي. التقليبة دي بتنفع في حالة ايه؟ لو انت هتعملي المحشي وتسويه بكرة يبقى لازم اقلبه دقيقتين تلاتة كده على النار، ما ينفعش احط والف على طول، هيحمض معاكي. ده بيحافظ عليه. فانا بديله تقلبتين دقيقتين تلاتة. وقبل ما اطفي على طول النار بحط الخضرة بتاعتي. انا بحط الخضرة شبت وكزبرة بس، حابة تحطي بقدونس حطي. وبحب الخضرة برضو كتيرة، الخضرة الكتيرة بتدي طعم حلو للمحشي. هديله بقى تقلبتين واطفي عليه النار واسيبه يبرد. طلعت ورق العنب بتاعي من الفريزر زي ما احنا شايفين. هبتدي ان انا ايه افك الاسترتش من عليه. طبعا بيتفك ممكن تسيبيه كده دقيقتين، يعني قبل ما تعملي العمليه دي تسيبيه دقيقتين بره. انا ما سيبتوش بصراحه، طلعته وفكيته على طول. هجيب مصفى واحطه ايه فيها. فايدة ان انا وانا بلف الاسترتش ما تلفيش الاسترتش مع ورق العنب يدخل جواه. لو دخل جواه وانتي بتفكيه كده هيعذبك وممكن يكسر ورق العنب. لازم يكون من بره لفة ورق العنب، ما يدخلش جوه اللفة وتبرميه. لو اتبرم جواها هيبقى صعب جدا ان انتي ايه تفكيه. بحط عليه مية، اغطيه بالمية. غطيته بالمية. هسيبه بقى دقيقتين، دقيقتين تلاتة مش اكتر من كده. انا لاني مستعجله وبصور فايه يعني مستعجله ان انا افكه، بس بسايسه كده. لكن انت ممكن تسيبيه لما يتفك خالص لوحده. شايفه اتفك ازاي؟ دي الرابطه بتاعته. بفك التانية زي ما احنا شايفين. اعمل ايه بقى عشان اغسله؟ اضغط واسيب ايدي، اضغط واسيب ايدي. احاول احرك اللفه بتاعت ورق العنب او مجموعه الورق. لما بتعملي الحركه دي بينزل اي ايه زي ما احنا شايفين، شايفه التراب اللي نازل منه. افضل اضغط واشيل ايدي، اضغط واشيل ايدي. شايفه الميه نازله معكره، واغير الميه واحط ميه جديده واعمل نفس الموضوع تاني لغايه ما الاقي الميه بتاعتي نازله ايه صافيه جدا، ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي تراب. يبقى انا كده ايه تمام. ابتدي اسلقه زي ما احنا شايفين. دي تاني مره. انا عملته حوالي 4 مرات لغايه ما لقيت الميه بتاعتي بقت نظيفه وزي الفل. ابتدي بقى ايه اروح ان انا ايه اسلقه. حاطه هنا ميه على النار. اول ما الميه تنمل كده، بنقول تنمل اللي هي تلاقيها ايه فيها فقاعات من تحت قبل الغليه، بحط لها نص معلقه من بيكربونات الصوديوم. البيكربونات بقى دي اللي بتحافظ على لون ورق العنب، بتخلي لونه اخضر حتى بعد التسويه. ومن كل جنب بتقلبيه كده من كل جنب حوالي دقيقه دقيقه ونص، لان هو لما بيبقى في الفريزر بيسويه.